اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. تعالوا نشوفوا بقى هنعمل النهارده فطار سهل وسريع وبجد تحفه جدا. تعالوا نشوفوا هنعمل ايه. طبعا انا هعمل النهارده كفتة رز بالدمعة كده، حاجة كده خطيرة جدا. تعالوا نشوفوا انا عملتها ازاي. انا جبت كده بصلاية متوسطة وقطعتها كده زي ما انتوا شايفين، قطعتها كده قطع صغيرة، وحطيت عليهم معلقة سمن واسيبهم طبعا يتشوحوا كويس جدا وياخد اللون الذهبي، البصلية كده تاخد اللون الذهبي. وبعدين احط فيها الايه الطماطم. لازما البصلية كده تاخد لون ذهبي علشان تطلع معاكي طعمها حلو وريحتها بجد بيكون خطيرة. عاوزة تحط عليها نص معلقة من التوم المفروم. عاوزة تحط عليها على البصلة يعني نص معلقة من التوم. اللي انت عاوزاه اعمليه. طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة. كده خلصنا صلصة الكفتة. تعالوا نعمل كده ايه، حبة كده ايه، شوية لسان العصفور بطريقة سهلة جدا وبسيطة. النهارده الوصفة بتاعتنا هتكون ان شاء الله سهلة جدا وبسيطة. هنشوف انا عملت لسان العصفور ازاي. جبت كده معلقة سمنة كده حلوة، وطبعا احط بقى كده ايه لسان العصفور واشوحه كويس جدا لحد ما لسان العصفور لونه ياخد ذهبي، يبقى معاكي تحفة. تعالوا نشوف بقى انا عملته ازاي. طبعا جبت كده لسان العصفور، هقلب بقى كده يا حبايب قلبي. لازما كده ايه اقلب كويس جدا، لازما التقليب مستمر علشان لسان العصفور كله ياخد لون ذهبي ويبقى شكله ايه حلو. هقلب بقى كده بالسمنة كده بطريقة سهلة جدا، طريقته بسيطة جدا، ريحته بتكون روعة. ده طبعا اسهل الفطار ممكن تعمليه. يعني احنا عملنا صلصة الكفتة على طول ببصلاية والطماطم وشكرا على كده. هتعملي احلى صلصة كفتة. عملت بقى ايه تاني، لسان العصفور كده طبق كده. شوربة لسان العصفور هيطلع معاكي روعة. احط كده، طبعا هو خد لون ذهبي. طبعا هو علشان مصوراه هو اللون بتاعه مش باين او بس هو لونه ذهبي ولونه كان حلو جدا. بحط كده مكعب من الماجي. بحط كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هتديلك ريحة ولا اروع. هتديلك ريحة جميلة جدا وطعم بجد بيكون تحفة جدا. احط بقى الايه الشوربه زي ما انتوا شايفين كده. احط كده الشوربه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا دي شوربه لحمه. احط كده الايه الشوربه علشان يطلع معاكي احلى شويه لسان العصفور بجد. احلى شوربه لسان عصفور ممكن تاكليها. طبعا لحد كده الاكل بتاعنا سهل جدا وسريع، يا دوبك هتعمليه ان شاء الله على طول وهيبقى معاكي تحفه. عملت كده ايه، ادي شربت لسان العصفور. طبعا اسيبه بقى ايه يغلي كويس جدا وبروح مهديه على النار واسيبه ايه يطيب ايه براحته. تعالوا نشوف بقى صلصه الكفته. طبعا صلصه الكفته السباك كويس جدا. انا حطيت لها رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح. احط كده ايه شويه كده من الشوربه علشان اسيب طبعا الصلصه تغلي كده علشان تديني ريحه حلوه وطعم بيكون تحفه. احط كده الايه، حطيت كده الشوربه واسيب طبعا الصلصه ايه تتسبك كده بقى ايه براحتها كده. تعالوا نشوف بقى ايه لسان العصفور. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو، ادي لسان العصفور طاب وبجد شكله تحفه جدا. وان شاء الله هيكون طعمه ولا اروح طعمه، والله العظيم كان تحفه جدا. هسيبه بقى ايه اطفي بقى عليه واركنه على جنب. تعالوا بقى نعمل حبه رز كده. طبعا انا هعمل رز حبه وحبه، يعني رز شويه متحمرين بحمر كده شويه وبروح حاطه ايه بقى الرز، يعني الرز حبه وحبه. احنا بنقول عليه رز حبه وحبه. حطيت كده الرز واقلب بقى ايه طبعا الرز كويس جدا واسيب طبعا الرز يتشوح كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده روعه. هقلب بقى الرز يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. اديني هو بقلبه واسيبه طبعا يتحمر وياخد اللون الذهبي. بعدين بحط عليه بقى الرز اهو يا قلبي. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، والاكل ان شاء الله بتاعك هيطلع معاكي تحفة جدا. ما تنسوش بقى لايك وشير. احط كده ايه بقية الرز. ما تنسوش يا بنات تدوسوا لايك وشير بالله عليكم. احط بقى ايه كده بقية الرز واقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى كده علشان الرز بتاعي ياخد كده يتشوح كويس جدا عشان ما يطلعش معجن معايا. لازم الرز تشوحيه كويس جدا. لازم تشوحيه كويس جدا علشان ما يطلعش معجن معاكي. تشوحيه كده يجي دقيقتين 3 كده على النار، وبعدين بتنزلي بالايه بالشوربه.
اهي قلبي زي ما انت شايفه كده. طبعا انا شوحته كويس جدا، وبعدين اروح نازله ايه بالشوربه. اهي قلبي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه جدا. اهي قلبي. طبعا انا هزود بقى الايه الرز بالشوربه، عشان انا مش عارفه ان انا بصور وان انا بجيب ايه بعمل الشوربه، فانا ازود بقى ايه كده. طبعا هو الرز لسه عاوز مرقه تاني، يعني عاوز شوربه تاني، فانا هحط له بقى ايه شوربه واسيبه طبعا، واهدي على النار واسيبه يستوي ايه كده براحته، هيطلع معاكي تحفه جدا وحاجه كده روعه. هحط بقى كده سنه من الملح زي ما انتوا شايفين كده، واسيبه طبعا يغلي كده غلوتين، وبعدين بهدي على النار واسيبه يستوي براحته. طبعا ادي الصلصه بتاعه الكفته، طبعا ريحتها كانت روعه جدا. انا عامله طبعا لحمه، فانا هحط اللحمه كده على الصلصه، وبعدين بحط الكفته. اللهم بارك، حاجه كده روعه. ده فطرنا النهارده ان شاء الله هيطلع معاكي طبعا. فطار النهارده سهل وسريع جدا وحاجه كده جميله جدا، يعني والله العظيم هتعملي الكلام ده كله ان شاء الله ان شاء الله على طول. اه يا قلبي، طبعا بوريكم اهو انا عامله لحمه وحطيت عليها الكفته. اسيب طبعا تغلي كده غلوتين، وبعدين بطفي النار ما بتكملش. ادي الفطار بعد ما خلص، ادي شوربه اللسان العصفور، وادي الرز، وادي الكفته، وادي طبعا طبق سلطه. ما نقدرش نستغنى عن السلطه في الفطار. اه يا قلبي ادي الاكل. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي، ان عجبك الفيديو ما تنسيش تدوس لايك وتشترك في القناه. باي باي.